ايه اللي بيخليك مبسوط؟ التمشية على البحر؟ نسمة هوا منعشة؟ حلة محشي من ايد الست الوالدة؟ طب تعرف ان عشان تنبسط لازم الذرات اللي بتعمل جزيئات المية في البحر والاكسجين في الهواء والملح في المحشي، الذرات دي لازم تنبسط هي كمان عشان تعرف تبسطك. وعشان تنبسط لازم تعمل روابط كيميائية او كيميكال بوندز مع بعض. هو ايه موضوع الذرات المبسوطة ده؟ واشمعنى يعني الروابط هي اللي بتبسطها؟ فاكرين لما قلنا ان الذرة بتتكون من نواة في النص وحواليها شوية الكترونات؟ الذرات شبه البني ادمين، بتحب تنبسط وتتظبط، او بلغة الكيمياء عايزة توصل لحالة من الاستقرار عن طريق انها تدخل في علاقات او روابط كيميائية مع ذرات تانية. ومن خلال الروابط دي الذرات بتفقد او بتكتسب او بتشارك الكترونات عشان توصل للاستقرار. يعني مثلا في ذرات عندها الكترونات بزيادة، وعشان توصل للاستقرار عايزة تخلص من الكتروناتها الزيادة دي. وكمان في ذرات عندها نقص الكترونات، ودي عايزة تكتسب الالكترونات عشان تستقر. لو نيجي نبص على الروابط الكيميائية بين الذرات هنلاقيها شبه قوي علاقة الاخوات ببعض. في نوعين من العلاقات بينك وبين اخواتك، نوع قائم على الاخذ والعطاء، زي مثلا لما اخوك الكبير بيتخرج ويشتغل واول مرتب يقبضه يجيب لك منه لعبة الكمبيوتر الجديدة اللي انت كنت هتموت عليها، بتبقى مستغرب الحنية المفاجأة بس مبسوط طبعا. العلاقة دي فيها حد بياخد والتاني بيدي من غير مقابل، واسمها في الذرات رابطة أيونية أو ايونيك بوند. ودي فيها ذرة بتضحي بإلكتروناتها الزيادة تاخدهم منها ذرة تانية عندها نقص في الإلكترونات، زي مثلا ذرة الكلور اللي كانت قاعدة على جنب متضايقة ومش مستقرة عشان ناقصها إلكترون واحد بس. ويا محاسن الصدف لقيتها ذرة صوديوم عندها إلكترون واحد زيادة ونفسها تستقر هي كمان، قامت ذرة الصوديوم ضحت بالإلكترون ده واديته لذرة الكلور عشان الاتنين يبقوا مستقرين ومبسوطين. ونتيجة الرابطة الأيونية دي بيطلع جزيء كلوريد الصوديوم أو الملح اللي بنحطه في الأكل. طب إيه النوع التاني من العلاقات؟ في نوع قائم على المشاركة، زي علاقتك انت بأختك لما يكون كل واحدة فيكوا عندها فساتين، بتشتركوا في الفساتين دول وتبدلوا فيهم مع بعض، وبكده كأن كل واحدة عندها 4 فساتين مش 2 بس. فكرة إن حاجة واحدة نخمس فيها كلنا بتحصل في الذرات في صورة رابطة اسمها رابطة تساهمية أو covalent bond، زي ذرات الأكسجين والهيدروجين. ذرة الهيدروجين محتاجة إلكترون واحد بس عشان توصل للاستقرار، لكن ذرة الأكسجين محتاجة إلكترونين بحالهم. إيه؟ ذرة الأكسجين تتفق مع ذرتين هيدروجين إنها تشارك بإلكترون واحد مع كل واحدة ويبدلوا فيه مع بعض، وكده كله مبسوط ومستقر، وينتج عن الرابطة التساهمية دي جزيء المية. ومن هنا عرفنا إن الروابط الكيميائية تساهمية أو أيونية علاقات مهمة قوي بتكونها الذرات مع بعض، وينتج عنها جزيئات المواد المهمة في حياتنا، وبكده تبقى كل ذرة سعيدة ومستقرة.